وبفضل هذا الخيط الجديد تمكنت الشرطة من القبض على المدير التنفيذي للشركة المنافسة، والذي اعترف بأنه قام بخطف ليليان لإسكاتها قبل أن تكشف عن فضيحته. اعترف بأنه وضع خططًا معقدة لجعل اختفائها يبدو وكأنه غير مرتبط به، لكنه فشل في النهاية. عُثروا على ليليان حية، ولكن مصابة في كوخ منعزل خارج المدينة. تم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى، ورغم أنها لم تعد كما كانت إلا أنها نجت. أصبحت قضية ليليان بيكر رمزاً للفساد في عالم الشركات، وكيف يمكن للشركات أن تلجأ إلى الجريمة لمنع كشف أسرارها. أطلق عليها اسم قضية بيكر، وأصبحت مادة للدراسة في كليات القانون وعالم الأعمال، تذكيراً بأن الحقيقة دائماً ما تجد طريقها لتظهر. How to treat a person utfraget man genuint, who don't judge the